السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنعمل التورت الحلوه اللي انتوا شايفينها دي. تورت الفاكهه او اللي هي نص ونص، نص شوكولاته ونص فانيليا. زي ما انتوا شايفينهم هما الاتنين حلوين جدا وشكلهم بسيط خالص. اول حاجه هنعمل سبونج الفانيليا. هجيب دول 5 بيضات حجم كبير او 6 بيضات حجم صغير. هحط عليهم معلقه صغيره من الفانيليا السائله او الفانيليا البودر، معلقه جل محسن جل كبيره، نص كوبايه من الميه، ميه عاديه، ونص كيلو من دقيق الاسبونج الجاهز. ده بنشتريه من عند مستلزمات الحلويات. بقلبهم كده كويس اوي لحد كده من المكونات تندمج مع بعضها، وبعد كده بالعجان او بالمضرب وابتدي اضربهم على اعلى سرعه لحد ما لونهم يفتح ويبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده بكون مجهزه صينيه. دي صينيه مقاس 26، وينفع نحطهم في صينيه مقاس 22، فانا كنت عامله كيكتين كل نص كيلو في صينيه. بعد كده بحطهم في الفرن على درجة حرارة 180، بيقعدوا في الفرن حوالي 35 دقيقة. بعد كده هعمل كيكة الشوكولاتة او سبونج الشوكولاتة. 5 بيضات ومعلقة صغيرة من الفانيليا ونص كوباية من المية ونص كيلو من دقيق السبونج اللي هو بالشوكولاتة، وبقلبهم لحد ما يوصلوا للقوام ده. بعد كده هحطها في صينيه مقاس 26، وفي صينيه واعمل كمان نص كيلو واحطه في صينيه عشان اخبزهم كلهم مره واحده في صينيه 22، عشان كنت محتاجه صينيتين 26 وصينيتين 22. بعد كده هجهز الكريمه. هنا 3 كوبايات من الكريم شانتيه الخام، بحط لهم كده 3 معالق من بودره الباستري كريم، و3 كوبايات ونص من الميه يكونوا ساقعين، وطبعا كوبايه من السكر او كوبايه الا ربع على حسب السكر بتحبوا الحاجات مسكره او لا. وبعد كده بضربهم، وهتشوفوا دلوقتي الكريمه بقت متماسكه ازاي. دي كيكه الشوكولاته اللي هي مقاس 26، ببتدي اقسمها ل3 طبقات. شوفوا الكريمه شكلها حلو جدا وما شاء الله عيلت خالص. طبعا بحط للكريمه معلقه صغيره من الفانيليا عشان تديلها ريحه حلوه. بعد كده ابتدي اقسم الكيكه اللي هي مقاس 26 دي لنصين، واجيب الصينيه اللي انا خبزت فيها بغسلها كويس واحط فيها كيس كده، وابتدي احط نص فانيليا ونص شوكولاته. انا استخدم هنا الصينيه اللي هي 26، استخدمت الصينيه اللي هي هعمل تورتتين، فالتورته اللي هي بالفانيليا قسمتها ل3 طبقات، والتورته اللي هي بالشوكولاته قسمتها ل3 طبقات. وبعد كده بقسمهم نصين، واحط كل نصين كده واحط عليهم كريمه من اللي انا عملتها معاكم دلوقتي. الحشوات بقى ممكن تحشوا مكسرات، ممكن تحشوا كريسب، ممكن تحطوا صوص شوكولاته او صوص على الجزء اللي بالفانيليا صوص فراوله، او الجزء اللي بالشوكولاته صوص شوكولاته. انا هنا حطيت كريسب ابيض على الجزء اللي بالفانيليا، وحطيت يعني كريسب بالشوكولاته على الجزء اللي بالشوكولاته. هنا بحط نص جزء كده من الكيكه اللي بالشوكولاته، والجنب التاني بحط نص من الكيكه بالفانيليا. يا رب تكون واضحه معاكم. طبعا المقدار ده هيعمل لي هعمل تورتتين زي ما انتوا شفتوهم يعني. فانا هعمل معاكم كده تورته زي ما انتوا شايفينها، والتورته التانية انا هعملها بس ازينها معاكم نفس الخطوات بالظبط. هنا كده الطبقه التانية بحط هنا كريسب، وحطيت هنا الجزء اللي هو الكيكه بالشوكولاته، وبعدين الكيكه اللي بالفانيليا لحد ما اخلص الطبقات كلها. فبتبقى معايا 3 طبقات من الشوكولاته و3 طبقات من الفانيليا، ببتدي اعمل بيهم تورته تانية. اخر طبقه بحطها من الكيك ما بحطش عليها كريمه. الطريقه دي بتكون سهله علشان اللي احنا بتخلي الطبقات كلها متساويه وقد بعضها. طبعا بحطها في التلاجة كده او في الفريزر لحد ما تبقى متماسكه وتفضل مثلا على الاقل ساعه او ساعتين كده. طبعا الاحسن ان احنا نزين الكيك تاني يوم علشان يكون سهل علينا ان احنا نقطع الكيك من غير ما يعني يتفتفت كده ويبقى كويس يعني.
زي ما انتم شايفين شكلها حلو جدا، نص بالشوكولاته ونص بالفانيليا. هنا هاخد جزء من الكريمه واحط عليه معلقه كده من النوتيلا او من الجناش، علشان اعمل جزء نص الكيكه بالشوكولاته بكريمه الشوكولاته، ونص الجزء التاني بكريمه الفانيليا عادي. فانا هنا بغلف كده النص اللي بالشوكولاته بالكريمه. طبعا انتوا ممكن تحطوا على الكريمه دي معلقه كاكاو، ممكن تحط عليها جناش او بديل النوتيلا، علشان انا حطيت هنا بديل النوتيلا عشان تكون طعمها حلو كده وتكون الكريمه طعمها مميز. طبعا انا عملت معاكم الجناش قبل كده كتير، هتلاقوه موجود على القناه، وانا هسيب لكم المقادير بتاعته في صندوق الوصف لو حابين تعرفوا مقادير الجناش كويس. هنا بسوي الجزء كده اللي بالشوكولاته على قد ما اقدر لحد ما يبقى كده طبقه متساويه. بعد كده بالمشط ابتدي اعمل كده خطوط، ممكن لو ما عندناش المشط ده نعمل بشوكه بيكون بيدينا نفس الخطوط دي. هنا هغلف النص اللي بالفانيليا، وزي ما انتم شايفين كيكه الفانيليا لونها فاتح وحلوه جدا ازاي، وهشه وخفيفه جدا. هبتدي اغلف كده الجزء اللي بالفانيليا، وبعد ما اغلفها كده ببتدي احطها كده في التلاجة تتماسك مع بعضها كده علشان اكمل تزيين بتاعها. في الوقت ده بكون بقى بقطع فاكهة، بجهز الجناش. هنا عملت هنا صوص كده الجناش، يعني عملت كوباية من الشوكولاتة عليها ربع كوباية من اللبن. بغلي ربع كوباية من اللبن واحط عليها كوباية من الشوكولاتة او الباكو بتاع الشوكولاتة، وبعد كده بكسره فبيتسيح، وابتدي اعمل بيها كده خطوط على او دريب كده على التورته. بيكون شكله حلو جدا، وكمان بيبقى موجود كده في المحلات وبيكون شكله حلو. فاحنا كده بنعمله في البيت بطريقه سهله جدا. طبعا بحط للجناش كده معلقه من عسل الكركوز او معلقه من الزيت عشان تديله اللمعه اللي انتوا شايفينها دي. ببتدي اعمل روزيتات كده علشان اقسم نص اللي بالفانيليا ونص اللي بالشوكولاته، وابتدي اقطع اي فاكهه. انا كان عندي كمبوت خوخ فابتدي اقطعه كده شرايح رفيعه جدا على قد ما نقدر، وابتدي ارصه كده. انا كنت عملت معاكم قبل كده تورته فاكهه وقطعت معاكم الفاكهه بطريقه سهله جدا، بس هنا مش محتاجه ان انا اعملها يعني اطول عليكم في الفيديو، لانها مقطعاها يعني شرايح رفيعه وبس، مفيش فيها اي حاجه اكتر من كده. طبعا لازم نلمع الفاكهه وخصوصا التفاح علشان ما لونه ما يغيرش ويبتدي يغمق معانا. فانا ببتدي المعه كده باللي هو الملمع بتاع الفاكهه او جيل التلميع بتاع الفاكهه. ده بنشتريه من عند مستلزمات الحلويات، في منه على البرد وفي منه على السخن. انا هنا مستخدمه اللي على البرد، هما الاتنين حلوين. هنا حطيت كيوي وحطيت كده كام شريحه كده من التفاح وفتحتهم كده بالطريقه دي، وابتدي طبعا المعهم كويس قوي. وكمان بالجزء اللي في الشوكولاته جبت كده شوكولاته مكعبين من الشوكولاته وسيحتهم وحطيتهم في ورقه ترانسفير، وبعد كده عملت بينه باشكال دي. انا عملت الشكل ده معاكم اصلا قبل كده، وابتدي احط عليها كده شويه كده. دي التورته التانية، فانا حبيت يعني ازينها معاكم بس لانها زي اللي فاتت بالظبط، نصها فانيليا ونصها شوكولاته، بس انا عملتها كلها بالكريمه البيضاء. التغليف بتاعها الحشو والتغليف بالكريمه البيضاء، وعملت لها كده روزيتات بلف كده، وهنا حطيت بسكوت اوريو تزيينها بسيط خالص، وحطيت هنا كمان شرايح من الخوخ. يعني هما الاتنين فاكهه بس هما الاتنين مختلفين شويه. بعد كده حطيت كده التفاح زي التورته اللي فاتت بالظبط، وهنا حطيت شويه شوكولاتات كده. كان عندي كده كام نوع شوكولاته كده فقطعتهم قطع صغيره وحطيتهم، وبسكوت اوريو وكام كده شوكولاته كده من ورقه ترانسفير. اي شوكولاته عندنا نقدر نحطها في الجزء اللي هو بالشوكولاته ده. زي ما انتم شايفين شكلها حلو جدا وبسيطه خالص، ونقدر نعملها في البيت. ودول شكلهم هما الاتنين. اتمنى يا رب يعجبوكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة اللي ما عملش، وتضغطوا على اللايك لو عجبكم الفيديو.